إذا كان سيد الموقف في نهاية هذا الشوط، رغم أن هناك فرصة لاحت لصالح الرجاء للتقدم في النتيجة من ركلة جزاء، لكن ضيعت هذه الفرصة إذا، ويبقى الأهلي متقدم بهدفين مقابل لا شيء. إذا انتظر كثيرا الحكم وعاد إلى الفار لكي يعلن عن ضربة الجزاء. صعبة جدا كانت في البداية، الزاوية التي كان يشاهدها الحكم ليست الزاوية المناسبة التي تساعده على تحديد هل هي ضربة جزاء أم لا، لكن هذه الزاوية كانت واضحة جدا إذن. لكن في الأخير طبعا لم تجسد هذه الفرصة لهدف ربما كان سيعيد الرجاء بقوة. الرجاء كان سيطر إذن في خاصة في نهاية المباراة، لكن الفرصة ذهبت أدراج الرياح. عندما تتقد الى عنصر الخبره، وهذا هو عنصر الخبره، عندما تجيك كره ثابته، كره ثابته قريبه من المرمى، كره ثابته، ضربات الجزاء بحال هذه كتكسبك الماتش. نعم. وتغير من مجرى الماتش المباراه. ضغط كبير على اللاعبين كان. لا، لكن قدموا شوط اول رائع، ابتداء نعم. من اختيارات منذر اللي كانت موفقه صراحه. هنا ما عنده ما نلوموا منذر، لان عندما تضيع ضربه جزاء وتقدم شوط اول محترم جدا، بزوق من اللاعبين المميزين. وانا قلت لك قبل ما سؤالي، الحارس خرج ولا لا؟ قبل التسديد هو طويل، يعني اظن بانه هو طويل القامه، يعني لا الرجل الثانيه كانت على الخط ولا لا؟ اظن من الرجل الثانيه كانت على الخط، اظن نعم. ولكن ضربه جزاء واضحه، ما عرفتش ليش الحكم خذ الوقت كثير لانه ياخذ القرار. واضحه، كانت واضحه. لكن الحكم ايضا لاعب اولو تلقى بطاقه صفراء، المفروض كان يلغي البطاقه، لم يلغيها. اولو مش لا ديانج اللي عمل ضربه الجزاء. ديانج اللي عمل ضربه، لا كان بطاقه للاعب الرجاء في احتجاجات، واشهر بطاقه صفراء. ممكن يكون قال للحكم حاجه او كده، نعم. ممكن يكون استفز الحكم في شيء او حاجه، انما ضربه الجزاء ممكن تتحسب طبعا في تلامس بين ديانج وبين اللاعب الرجاء. بس افضل سيناريو للاهلي ان الكره دي ما دخلتش زي ضربه جزاء، ما دخلتش هدف، كانت ممكن تغير اجواء المباراه تماما. الشوط الثاني على النادي الاهلي. السيناريو اللي حصل للشوط الاول انا متاكد ان شاء الله هيفيد النادي الاهلي، لان لعيبه الرجاء استنفذ المجهود بتاعها مع اندفاعهم. هذا الانذار كابتن. نعم، هنا يستحق عليه انذار، لانه هو دي حاله جديده يا اخضر، مالهاش علاقه بالحاله الاولانيه، يعني دي حاله جديده مالهاش علاقه، لانه هو حسب ضربه جزاء. يعني كل شيء بعد ذلك يلغى، لانه هو لم يعطي ضربه الجزاء القانون. يعني ممكن يكون هو لغى الانذار عنده كتسجيل، انما مخرج المباراه لكن شاهدنا بانه منح ما وقف يعني. نعم. قانونيا لا، كل شيء يلغى. بقول لك ممكن يكون لغاها بعد لما حسب ضربه الجزاء، ممكن يكون لغى. مشاهد الالغاء في المباراه. هو اصلا اخذ وقت كثير عشان لا هو ياخذ القرار، يعني حتى الفار لازم يطلب منه من الفار، لازم يرجع. بس الكوره بتاعت كهربا اللي في الاول كان لازم برضو المخرج يعيد اللقطه اكتر من مره، والزاويه لم تكن الزاويه المناسبه من الفار حتى يحكم عليها بسرعه، اضاع وقت كبير. يعني شوف بكل امانه كنا بنشوف ضربة جزاء تحتسب، لأن لا ضربة جزاء 100 ركل القدم نعم 100% على الوقت اللي أخذ. صراحة الحكم أخذ وقت كثير، فرصة ذهبية ضاعت إذن. أهم شيء بالنسبة للأهلي أنه لم يتلقى أهداف. كابتن وائل شوط بقول لك يعني الأهلي لعبوا بخبرة يا أخضر. فيها لمسه، لعب حتى لا يتلقى هدف. صحيح. لعب بخبره ولعب شوط جيد دفاعيا، واستحوذ وبالخبرات اللي عنده في وسط الملعب، ولكن اللعيبه اللي في الجانب الهجومي، اللعيبه اللي في الجانب الهجومي تحديدا كهربا كانوا بيبطئوا الريتم شويه. يعني كنا محتاجين اللاعب اللي يستغل المساحات اكتر من كده ويروح على قدام في اكتر من كوره جت للثلاثي الهجومي ده، وهذا لم يحصل. انما ده ما حصلش. هو كان متحفظ بعد، واعتقد ان هو بيستنفذ مجهود لعيبه الرجاء، لان هم بذلوا مجهود كبير جدا الشوط الاول، وده هيأثر عليهم بدنيا الشوط الثاني يا عزيز، مع تركيز لعيبه الرجاء دايما على ان هم يوقعوا الحكم في خطأ. ما هي الطريقه التي دافع بها الاهلي؟ مين؟ كيف دافع الاهلي الليله؟ في لقطه انا اخترتها في الدقيقه 16. شوف لما الاهلي بيخسر الكوره دايما يا عزيز، الخمس لعيبه بتوع وسط الملعب بينزلوا بيبقوا على خط الكوره تماما مع الاربعه المدافعين، وده صعب الاختراق طول الماتش من العمق. يمكن الاختراق حصل مره واحده للاعب الجزائري في الجناح التسديده اللي سددها على الشناوي، انما التماسك وقلب الملعب دايما مقفول،
ودي نقطه كويسه جدا، كان بيوجه دايما كولر اللعيبه، بص دايما 3 موجودين ترحيل على ترحيل دايما 3 دايما موجودين، يخلي الكره دايما تلف من الشمال لليمين، وهذا لغياب الاجنحه في الرجاء. بالظبط، ليس هناك اجنحه. الرجاء موفق في عمليات بناء الهجمه، ولكن في الثلث الاخير في عمليه الاختراق فهو يجد مشاكل. الرجاء كنت تنتظر ممكن يلعب بالزرهوني بجنب خابا، لكن لعبوا في الطرف خابا كان معزول، لم يشاهد خابا، لعبوا في الطرف الايمن، لذلك هو حافظ على 4-1 صحيح انه تحت فرص عن طريق كرات ثابته، ولذلك فتكلمنا على اللاعبين المؤثرين. هنا عندك سلاح، المدرب لازم يستحمل ان في بعض الاوقات عندك لاعب ما يدافعش كثير، ممكن ما يكونش في الفورمه ولكن فعال. هذه الناهري ضربات جزاء، كرة ثابته، اهداف. انا ما نتكلمش كثير الان، ما لا داعي نتكلموا على لاعب مش لاعب الان، لكن بعض الاوقات انا دائما اخلي اسلحه معايا اللي ممكن انه يربحوني ويكسبوا مباريات. الرجاء قام شوط اول مميز. كيف تسرع لا انا شوف تسرع، انت شوف هذه الكره الثابته، هذه هدف هذا. وهنا الخبره، عنصر الخبره. شوف الرجاء لاعب لكي يسجل ولاعب ايضا لكي لا يسجل عليه، لان الاندفاع مهم ولكن ليس التهور. مش لازم انك تترك مساحات للمهاجمين، السرعه وليس التسرع. الاهلي عنده مهاجمين يقدر يسجل لك في اي وقت. في لقطه بتاعت كهربا يا اخضر في الدقيقه 17 18 في التوقيت ده كده، ممكن محمد يعيدها لان المخرج ما عادهاش، فيها برضو دفع لكهربا. كانت ممكن لو اتعادت والحكم اتبلغ بيها يبقى هذا في الربع ساعه الاول. انما النقطه السلبيه اللي في الاهلي الشوط الاول يا اخضر هو الفاولات الكتير. لان نقطه الخطوره الوحيده للرجاء هي الكرات الهوائيه، وهم متفوقين فيها. ممكن شفنا اكتر من مره كان ممكن يحصل فيها مشكله. ومره اخرى الشناوي، والشناوي طبعا حاضر طبعا كالعاده. شوف هذه حتى في كره بوزوق، شوف دي الفرصه الوحيده يا عزيز اللي خلقها لعيبه الرجاء في كورتين. لا انا ما خلقش فرص كثيره عن طريق دي مهاره فرديه، بقول لك دي مهاره فرديه. في كرات فرديه ولكن عندما اخترق ببوزوق، ليس رغم انه ليس لاعب اختراق، لو عندك لاعب زي بوزوق في الجهه اليمنى يكون هناك توازن. تخلق فرص، تخلق مساحات، وتخلق عمق، تعطي عمق للاعب. الرجاء ما يفتقده هو شيء ما من العمق، لكن من ناحيه التهيئه فهو